بيحاول بيلعبها لسلطان البيشي على الطرف الايمن، بمشيها لولي، كرة امامية للهلال في المرمى. الله، ناويين ومتعودين، هم الهلاليين. تقدم الان عن طريق ولي، الخيل الاشقر جاهم، وجاهم الخير، وجاهم الابداع، وجتهم الاهداف. الله عليك يا ولي، هم متعودين وهم ناويين، هم الهلاليين. يتقدمون الان، يسجلون الان. الخيل الاشقر، الخيل الاشقر يضعها في المرمى ويعلن عن تقدم الزعيم باول هدف المباراة. الذهب ما يوقف، والانجاز ما يوقف، والارقام ما توقف، والزعيم ما يوقف، والزعيم يتقدم باول اهداف المباراة عن طريق ولي. افرح يا هشك وافرح يا الجار. ضربة اللعب، يا ريت الزملاء يعيدوا لنا الهدف من كاميرا التسلل، لان اكثر من شخص الان يكلمنا عن الاشتباه بالهدف، بدنا نشوفه ونقول راينا. بيشي بيمر، بيشي بيتوغل، الهلال الهلال الهلال، يا سلام. مايكون الجديد يصنع، وبيبي العابد يسجل، والزعيم في السليم. الموج العالي يغرق النواخذه ولا مؤاخذه. هدفين مقابل لا شيء عن طريق مايكون كرة القدم السعودية، ويلعب بالازرق كأنه في الانتر، وبيلعبها للعابد الذي يضعها في المرمى ليعلن عن تقدم الزعيم بهدف ثاني. موج عالي يغرق النواخذه، موج عالي يعلن عن تقدم الهلال ومد الهلال، والهلال خيال، خيال. البطولة حصرية، البطولة حصرية. مفروض الكاس يكون لونه ازرق قبل بداية الموسم، ويعطون الهلال ويفكون العالم من هالسالفة. الزعيم وهذا تاريخ ما تجامل فيها احد. كرة تقالي بيلعبها، كرة يتفق بالمرمى. السلام، كوكب الشرق يشرق مجددا، النواخذه يعودون مجددا، يسجلون الان، يفرحون جماهيرهم الكبيرة. الاتفاق يستخرج هدف في الدقائق العشر الأخيرة. قلنا ما انتهت، وصعب ان هي تنتهي، والشهري هو اللي بداها وهو اللي انهاها. لحن الاتفاق يضعها في المرمى، هي كانت من كلماته وكانت من الحانه، واخيرا كانت من غناه. يضعها في مرمى شراحيلي، ليس بتسديد عذبه بل بصوت عذب، يضعها في المرمى. والاحتياطية التي شاركت في مباراة اليوم، ربما اللقطة ستبدو واضحة بعد قليل. كذلك استعداد لاعبي نادي الهلال في صعودهم إلى منصة التتويج، وكذلك الحصول على كأس هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي. بالتأكيد هو رقم قياسي يحققه الهلال من خلال المضي نحو هذه البطولة. بدأها كما أسلفنا من خلال هذا التسلسل في عدد البطولات عام 2007 مع في نفس الفريق الاتفاقي. إذا نتابع وإياكم لحظات التتويج. في هذه اللحظات يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتتويج الفائزين، وقبله هو الآن يسلم على حكام المباراة، وهم حكم الساحة نيكولا ريزولي، والحكم المساعد جورجيو نيكولاي، والحكم المساعد روبرتو ماريا روما غونغولي، والحكم الرابع مرعي العواجي. السنة نقول مبروك للهلال الفائز، ونقول أيضا مبروك أخرى للاتفاق الذي كان ندا قويا للهلال، وعبرت مسيرته في كأس سمو العهد وأيضا في الدوري عن ناد متفوق ومتطور ويمتلك روحا شبابية
ليست سهلة الهزيمة، وقد وقع سمو العهد على الكرة التي لعبت بها هذه المباراة، وحيا الحكام الذين أدوا هذه المباراة باقتدار. هو الآن الأستاذ عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق يتسلم جوائز نادي الاتفاق، وأيضا الميداليات تسلم للاعبي فريق الاتفاق صاحب المركز الثاني. يتوالى اللاعبون في السلام على سمو العهد حفظه الله ورعاه. حقيقة أن نادي الاتفاق أدى مباراة جيدة مع زميله نادي الهلال، كانت تتويجا لمسيرة جيدة حقيقة في مسابقة كأس سمو العهد حفظه الله ورعاه. أستاذ خليل الزياني. وبعد لحظات أيضا أصعد إلى هذه المنصة الرئيسية فريق نادي الهلال بعد قليل. الجماهير الرياضية الذي يستعد في هذه اللحظة للصعود إلى المنصة الملكية الحقيقة أن وسط تصفيق من الجماهير التي احتشد بها درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الذي اعتنت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب كواحد من الملاعب السعودية التي واكبت النهضة والتطور منذ عهد بعيد، وتواصل الرئاسة العامة لرعاية الشباب عطاءاتها في مختلف ملاعبنا بل في خدمة شبابنا في كل مكان. نحن وإياكم اليوم أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة الرياضيون، نفرح بوجود سيدي صاحب السمو الملكي الأمير مساعد رئيس نادي الهلال وسمو موافق مساعد تشرفان بالسلام على سمو العهد حفظه الله ورعاه، ويتلقيان التبريكات من اصحاب السمو. الله يحييك. شرف لنا بطولة ان نسلم عليك. الله يحييك. الله يسلمك. الله عمرك تتشرفون. الامير عبد الرحمن والكابتن يستلمون الكاس من يدكم. الله يحييكم. الله يطول عمرك سيدي. الله يحييك. شرف عظيم لنا. الله يطول عمرك سيدي. يرفع الآن كابتن فريق الهلال السلام الملكي السعودي.
الو فريق نادي الهلال يعبرون عن فرحتهم بهذه الكأس الغالية وسط صيحات الجماهير التي ملأت محمد الوقت الذي غادر فيه صاحب السمو